ولكن هبدأ بقضية الزمالك. النهارده يا جماعة كارثة 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 بتحصل في نادي الزمالك. النهارده الاتحاد الدولي قضيتين جداد على نادي الزمالك. صلاح مصدق اللاعب الجزائري ولا كان مغربي؟ صلاح مصدق المدافع مغربي. صلاح مصدق كان اشتكى نادي الزمالك، والزمالك بياخد ايقاف 3 فترات قيد وغرامه 900,000 دولار على الزمالك اللي هي مستحقات صلاح مصدق. الحاجه الثانيه عمر فرج، برضو قضيه عمر فرج اللاعب الفلسطيني. الزمالك ما اداش مستحقات ولا مستحقات النادي اللي كان بيملك عمر فرج 1,600,000 دولار. يعني النهارده بس 900,000 دولار لصلاح مصدق و1,600,000 دولار لعمر فرج، يعني 2,500,000 دولار. ده غير الفلوس القديمه اللي هي ال5 مليون و800 على الزمالك. يعني الازمه كبرت، المبلغ كبر على الزمالك. ومش عارف برضو مع احترامي يعني المسؤولين في نادي الزمالك ساكتين ليه كل ده؟ لا ده في كارثه اكبر كمان. الكارثه الاكبر ايه بقى؟ الاتحاد الدولي النهارده اصدر عقوبه تأديبيه على نادي الزمالك. يعني ايه عقوبه تأديبيه؟ يعني بسبب كثره المشاكل وكثره القضايا على الزمالك وعدم التزام الزمالك بدفع عقود ومستحقات اللاعبين والمدربين، بقى في ايقاف قيد فترتين على نادي الزمالك. ايقاف قيد فترتين، يعني الزمالك مش هيشتري لعيبه ولا في شهر اغسطس القادم او في شهر يوليو القادم ولا في يناير اللي جايين. دي حاجات بقى رسميه، هو ورق رسمي جاي من الاتحاد الدولي. البند 79 و80 بسبب تكرار القضايا والمشاكل وعدم التزام نادي الزمالك، فبقى في عقوبه تأديبيه. ايه العقوبه التأديبيه؟ ان الزمالك اتوقف له القيد فترتين. طيب كلمنا انضباطيا او تأديبيا، كلمنا مسؤولين في نادي الزمالك، قال لك يا عم لا احنا هنعمل استئناف وهتتلغي العقوبه دي وهندفع بقيه الفلوس وهتتلغي العقوبات دي كلها. طب اقول لكم مفاجاه، حسام اشرف سنه 2021 كان برضو في نفس القصه كده واتعمل ايقاف قيد والكلام ده. الزمالك استأنف في الكاس في محكمه. خلي بالكم الزمالك لما بيستأنف بيروح للمحكمه الرياضيه الدوليه. ساعتها الاتحاد الدولي رفض المحكمه الرياضيه الدوليه رفضت وتوقف القيد. فانا بقول لكم الزمالك، انا بقول لكم اهو الزمالك هيقدم استئناف عشان يوقف القرار ده بتاع العقوبه التأديبيه اللي هو ايقاف القيد فترتين، هيترفض. يعني انا بقول لكم من دلوقتي اهو، احنا اهو في شهر 6 1/6 النهارده، الزمالك مش هيأيد ولا هيعرف يتعاقد مع اي لعيب لفترتين قيد قادمتين. ده بالنسبه ايه للتعاقدات. يعني الزمالك ما عندوش حاجه يقدر يعملها في اللعيبه غير ان هو يرجع اللعيبه المعاره. يعني الزمالك مثلا اعار احمد محمود للاتحاد السكندري يقدر يرجعه ان هو على قوه الزمالك. مش عارف اعار مصطفى الزناري للبنك الاهلي يرجعه. اعار حسام اشرف لسموحه يرجعه. مش عارف محمد عاطف اعاره لطلائع الجيش يرجع اللعيبه دي. لكن ما يقدرش يتعاقد مع لعيبه جديده لفترتين قيد قادمتين. كارثه. ولسه خلي بالكم، يعني انا الفتره اللي فاتت الزمالك كان عليه كام؟ احنا قلنا 5,800,000 بقى زود عليهم 2.5 كمان النهارده اهو. صلاح مصدق 900,000، عمر فرج 1,600,000، يعني كام؟ قول 6 مليون 8.5 8,300 8,300,000 دولار على نادي الزمالك. ولسه في قضيتين في الطريق هيتحكم فيهم خلال الفتره القادمه. كونراد مشلاك اللاعب البولندي وده بيزيد عن 1,000,000 وشويه، ومعالي اللاعب المغربي معالي اللي هو اللاعب الصغير برضه ليه 1,000,000 دولار او 1,000,000 يورو. يعني الزمالك كده داخل في حوالي 10 مليون دولار او اكتر. وعشان تثبت حسن نواياك لازم تروح تحل دلوقتي عشان الغرامات هتكتر. يعني الزمالك دخل في نفق مظلم، واحنا عمالين نقول يا جماعه حلوا القصه. اصل المسؤولين في نادي الزمالك يقول لك ايه؟ طيب ما تقلقش احنا هنعمل ايه؟ هنيجي كده مره واحده هنجمع الفلوس ونروح دافعينها مره واحده. فالاتحاد الدولي مش هيستناك. الاتحاد الدولي مش هيستناك لما بيلاقي عليك قضايا كتير وشكاوي كتير
ودفع عدم دفع مستحقات لعيبه ومدربين وعدم الالتزام، اهو الزمالك لبس قضيه او عقوبه تاديبيه، عقوبه انضباطيه، ايقاف القيد مرتين. الزمالك هيستأنف، هيسلك الطرق القانونيه، لكن مش الاستئناف، انا بقول لكم هو الاستئناف مش هيتقبل. فالزمالك خلاص الفترتين القيد اللي جايين مفيش قيد. انا بقول لكم اهو من دلوقتي، يا رب يا رب اكون انا غلط، يا رب اكون انا غلط. انا عايز الزمالك يدفع الفلوس ويفك القيد لكن انا بقول لكم اهو دلوقتي، مش عايز اقول على مسؤوليتي والكلام ده، لكن يعني انا بجيب حالات مشابهه، بجيب حالات مشابهه في موقف نادي الزمالك ده. دلوقتي كان القضايا كانت نزلت 16، رجعت تاني بقوا 18 النهارده بالقضيه بتاعت صلاح مصدق، او العقوبه بتاعت صلاح مصدق والعقوبه بتاعت عمر فرج. الزمالك دلوقتي عليه 8 مليون و300 الف دولار، ما بقوش بقى 5 مليون و6 مليون، لا بقوا 8 300. ولسه في قضيتين كمان، في شكوى من 2 لعيبه تانيين ما اتحكمش فيهم، معالي اللاعب المغربي وكونراد مشلاك، كونراد مشلاك اللاعب البولندي، داخلين في 10 مليون وشويه، 10 مليون ونص. يعني لو جيت حسبتها كده بالدولار نص مليار او اكتر كمان، 520 530 مليون. كان ممكن يعني اداره الزمالك بدل ما تسيب الدنيا كده تدي لده مثلا 50 وتدي ده ل 80 وتجدول مش عارف ايه، ما تبقاش الموضوع يعني يبقى فيه جدوله. لكن الموضوع كبر والازمه كبرت وبقت الموضوع صعب جدا، صعب جدا. الزمالك هيجيب منين 10 مليون و500 الف دولار؟ هيجيب منين الفلوس دي؟ يعني حوالي، احنا كنا بنقول 4 مليون و5 مليون دولار، القضايا شغاله لسه، والقضايا القديمه عماله تعد، وغرامات، غرامات تاخير وفوائد. الموضوع كبر، الموضوع كبر قوي. وزي ما قلت ان في قضايا على نادي الزمالك من مجالس سابقه، لا المجلس الحالي كمان القضايا بدات بقى اهي تشتغل، قضايا كتير. يعني هو مصدق وعمر فرج ولسه كونراد مشلاك ومعالي والراجل اللي اسمه جوميز ومساعدين جوميز والراجل اللي يانيك فيريرا. يعني في برضه في المجلس الحالي مشاكل كتير جدا جدا. مش عارف اقول ايه بصراحه، حاجه تزعل. يا عم كريم، من بني على باطل فهو باطل. فالزمالك اصلا عليه اكتر من 17 قضية، يعني واكل على اللعيبة فلوسها ومش عايز يدفع فلوسها، وكمان مبلطج على اتحاد الكورة وعايز ياخد الرخصة علشان يلعب في افريقيا عافية. طبعا مهانة بريدة والتظبيطات والتربيطات كلها من تحت الترابيزة، لكن جت من عند الفيفا وقال لك كمان يعني ايقاف قيد نادي الزمالك فترتين متتاليتين تأديبا لنادي الزمالك، وكمان لو ما دفعش هيبقى فيه عقوبات إضافية لنادي الزمالك، وده اللي يستحقه نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي اللي عملت وأغنت وقالت لك صانع المعجزات.